أهلا بيكم في الموسم الخامس من بودكاست الموضوع عائلي جدا. أنا اسمي حنان عز الدين، مؤسسة The Family Hub. الموضوع عائلي جدا بيتكلم على كل حاجة ليها علاقة بالبيت والعيلة، وبنحاول على قد ما نقدر من خلال أسئلتكم ومع ضيوفنا إن احنا نحاول نلاقي حلول عملية ومنطقية نقدر إن احنا بيها فعلا نعمل فرق في البيت وفي العيلة. خليكم معنا. زياد وآية كابل لذيذ، متجوزين، كل حاجة عايزين يعملوها لأولادهم، عايشين لأولادهم، لشغلهم، لحياتهم، كل حاجة عشان عايزين يطلعوا أحسن ما في ولادهم. زياد مشكلته إنه هو فقد شغله، ولما فقد شغله كل حاجة في الدنيا اتغيرت بالنسبة لهم. فبدأوا يعملوا نظام مختلف في البيت، من ضمنها إن هم كانوا مدخلين مدرسة، بقوا مش قادرين إن هم يدخلوا بنتهم وابنهم نفس المدرسة دي. فقرروا ان هم يقولوا لا، احنا هنسيب الولد في المدرسة وهنطلع البنت، ما هي اخرها هتحصل ايه؟ هتتجوز وتقعد في البيت. يا سلام. مش لازم البنت تتعلم زي الولد. ايوه، فول ستوب. القصة دي حصلت قدامي من ناس قالوا الكلام ده قدامنا وفعلا نفذوا الكلام ده. مجتمع عربي. أنا معانا النهاردة أليسار نصر، مس أليسار نصر، من أحسن وأقوى الناس اللي ممكن يتكلموا عن التعليم وعن التربية، وبقى مربية أجيال حقيقي. يعني أنا الناس ساعات بتقولي مربية أجيال، لأ أنا مش مربية أجيال compared ليكي خالص خالص خالص. It is an honor and a privilege حقيقي إن أنا قاعدة معاكي النهاردة بالبساطة دي واللذاذة دي. وقبل ما نقول قصة هفضحك حالا دلوقتي. اتفضلي. احنا أليسار مثلا من 2-3 ساعات قبل ما نيجي البودكاست بعتت لي، قالت لي هو ده هيبقى فيديو ولا اوديو؟ قلت لها هيبقى الاثنين. فقالت لي لا طيب بقى انا بلبس كاب وخلاص بقى مضطره اشيل الكاب ده. لا البسي الكاب وعادي جدا، والنهارده هنبقى كاجوال. فانا دايما بقى كنت محضره فستان وعامله بقى، رحت لابسه الجينز والسنيكرز النهارده وقلت لا اتس ا كاجوال داي. فاحنا النهارده الكونفرسيشن هتبقى، الحديث هيبقى سهل وبسيط، عشان الموضوع بتاع التفرقه ما بين البنات والولاد حقيقي في التربية حاجة احنا مع الأسف نشأنا عليها وبتعتبر ان هي حاجة طبيعية. لكن الحقيقة انه انا فاهمة ان في اختلافات ما بين البنت والولد في التربية، بس في حاجات أساسية لازم تبقى موجودة عند الاثنين. عايزة تعرفي نفسك ازاي مع الاودينس بتاع الموضوع عائلي جدا؟ نبدأ منين؟ هذا أول تعليق. بحب أول شيء أقول إنه زياد لا ياخد هيك قرار. يعني مثلا شاب وصبي يتزوجوا وجابوا أولاد لا ياخدوا هيك قرار. الغلط يمكن مش مبلش من عندهم. الغلط مبلش من أهلهم، لأنه بالنهاية شئنا أم أبينا منكرر الاشياء اللي تعلمناها من أهلنا. يعني أول مثل لإلنا بالنسبة لكيف نربي أولادنا هن أهلنا. والغلطة اللي بنعملها إنه بدي أكون مثل أمي، بدي ربي أولادي مثل ما أمي ربتني، أو بدي ربي أولادي مثل ما بيي رباني. وعلى هيدي شغلي منا غلط، بفضل زيد عليها ربي أولادك بالاشياء اللي نجحت معك مثل أهلك، وبالاشياء اللي ما نجحت معك كون أحسن من أهلك. يعني هدفك كأم إنك تكوني أم أجدر بالأمومة من أمك، مش مثل أمك. والبي يكون أحسن من بيو، مش مثل بيو. فالمثل اللي أعطيتيه حنان بيوحيلي إنه أهلهم، ما فيني أحكم أي واحد منهم، بس تنعتبر إنه الشاب بهذا الحالة عطيون هاي الأفكار إجت من عندهم ونزلت للجيل اللي بعده، وهن كجيل ما قدروا يتخلصوا منه، لأنه أكيد يمكن المدرسة اللي نقلوا عليها تطلع أحسن طبعا، لأنه بالنهاية مش الأقساط تبع المدرسة بتقرر جدارة المدرسة، بس العقلية إنه أنا بدي أدفع أكتر على الصبي من على البنت هو الخطأ. مش اختيار المدرسة، بس الفكرة إنه البنت ما يطلع لها مثل الشاب هي الغلط. طبعا غلط،
وطبعا بهيك حالي أنا بلاقي هودي الأهل بدهم مين يربيهم مش الأولاد بدهم مين يربيهم. هنبدا مش بقى نبدا من الاول خالص. ريفرس بيرنتهود. فطبعا غلط. وطبعا عنا مسؤولية كبيرة، انتوا اللي أصغر منا عندكم مسؤولية كبيرة إنه تغيروا هالنهج بالتربية. ومثل ما قلتي جملة مهمة، قلتي إنه إيه في اختلاف، أنا بربي بنتي غير ما بربي ابني بأشياء معينة. في أشياء يعني ما فينا ننكر إنه في أشياء للأنوثة غير للذكر، بس الأشياء اللي ما في عليها أي مساومة إنه تكون بنفس المستوى، التعليم، العمل، الحرية، هيدي كلها ما في عليها مساومة. نفس الشيء الاثنين طبعا. طب سؤال بقى هنا. تفضلي. حتحرجيني؟ لا خلاص انا شوفي حتفكري حالك عم تحرجيني. لا انا عارفه. انا سمعتك كتير فانا عارفه ان أنا انا لا مهما أحرج. قلت مهما قلت مفيش. لا بقى حقيقي دلوقتي قليلي. ايه الفروق؟ تعالي نتكلم من البيجر بيكتشر، من الموضوع الكبير. إيه؟ انه ايه الفرق ما بين البنت والولد في التربيه؟ خليني اقول لك مثلا، انا امبارح كنت عم بحكي بالموضوع فاني، يعني عم اقول لهم يعني قديش نحن انتي ما بننتبه على حالنا، بس نحن كلنا بنعمل نفس الغلطه مرات. قديش بتعرفي ناس حولك عم بيربوا عندهم بنت وصبي، وبيجي البي عند بنته والام مرات، بس اكتر البي مرات، بيقول له you're my princess you're my queen. انت الاميره، انت الملكه، لانه يعتبر هيدا الشيء اللي لازم نوصل بناتنا لإله. بينما بيروح عند ابنه شو بيقول له؟ انت بطل، you're my hero, you're my tiger. فإذن هاي البداية خطأ. بنتنا كمان فيها تكون هيرو، وبنتك فيها تكون بطلة. بس تروحي على محلة تشتري تياب يا حنان، تنتبهي شي مرة هيك طلعي وشوفي على تياب الصبيان هالك، سوبرمان، وتياب البنات يونيكورن وبرنسس وباليرينا. مش غلط خالص، بس هل عم نطبع أولادنا إنه في ستيريوتايب معين لازم يعيشوه؟ يعني بقول للأهل انتبهوا، لأنه ما في شي بتقوليه لأولادك بأي وقت ممكن، ما في شي بتقوليه ما رح يدخل ويضل جوا. يمكن ما تشوفيه، يمكن ما تشوفي الإفكت تبعه، ما حتشوفي النتيجة تبعه أو الأثر تبعه قدامك هلأ خلال شهر شهرين أو سنة سنتين، بس لما يصيروا بالعشرين وبال21. أنا هلأ بقلك لأنه أنا أولادي صاروا بالعشرينات، ولما كنت فكر إنه كنت أحكيهم يفوت من ديني يطلع من الدينة تانية، ترى لا، عم بفوت من ديني، عم بفوت لجوا، وهلأ عم بيطلع يبين بمرباهن. كل بذرة عم تزرعيها، كل كلمة عم بتقوليها قدامهم يا حي جوا بكيانهم وراح تطلع. فقديش نحن كتير كأهل وكأدلتس، لأنه أنا ما بعتبر إنه أنت أم ولادك لحالك، صح، أنت أمهم، والسوشيال ميديا أهلهم، وأصحابهم أهلهم، وأساتذتهم، والأوبر درايفر أهلهم، الكل عم بيربون، مش بس لحالك عم بتربي. فكل شيء عم بتحطيه قدامهم it will manifest. فكيف نحن كأهل كتير حريصين إنه نعمل سنسورشيب، شو عم بيحضروا، شو عم بيشوفوا بالسوشيال ميديا، الفلتريشن اوف الكارتون، شو عم بيحضروا بالكارتونز. يا ريت نطبق نفس الفلتريشن والسنسورشيب على حالنا، على نحنا شو عم نقول قدام هالولاد، على نحنا كيف عم نتصرف قدامهم. لأنه بالنهاية هن يمكن أنت ما عم بتربيهم بكل شيء بتقوليه، بس عم بتربيهم بكل شيء بتعمليه. كل شيء بتعمليه قدامهم جزء من تربيتهم. فوين السنسورشيب تبعنا كأهل على اللي عم نعمله؟ انتبهوا. طب ايه المشكلة ان احنا نقول للبنات
انتي البرنسس المدللة اللي كده، اللي هو يا رب نشوفك عروسة، تبقى هو ده انتي بتبقى. نضحك. طقت رقبتي. شفتي؟ ايوه والله. اول إيه اول المشكلة؟ ما البيبي بيتولد، البنوته بتتولد، الناس في المستشفى لما بيباركوا بيقولوا للاهل ايه؟ عقبال لما تشوفوها عروسه. شو بيقولوا للشاب؟ عقبال ما نشوفه مهندس. صح. هاو ساد. او دكتور. هاو ساد. هاو ساد فعلا. شوفي، مش غلط الا عقبال ما اشوفك برنسس، بس عم بعيشها حلم. شي ما رح تصيره، شي رح تضلها تحلم تصيره، وحيصير بس قشور لإلها، لأنه هي بحياتها ما حتصير أميرة. شو عم نضحك على بعض يعني؟ عم بعيشها حلم، ما عم بعيشها شي ممكن تعمله، بينما الصبي عم بعيشه فيه شي بيقدر يعمله. ليش؟ بعدين أوكي، أنا بنبسط كتير. أنا عندي بنت بصراحة يعني بالمشبرح، يعني بحياتي ما قلت لها عقبال ما أشوفك عروس. وبتعرف هي إنه هيدا منه حلم لإلها. ويمكن هوني الجدير بالذكر إنه يا ريت نوقف نحلم لإلن ونخليهم هن يحلموا لحالهم. لا أنا هخش في الموضوع ده طبعا، هندخل أوكي. فأنا بنتي بتعرف إنه أنا ما عندي حلم لإلها إلا أنها تكون بصحة منيحة ومقتنعة باللي هي عم تعمله بحياتها، تكون مقتنعة باللي هي عم تعمله، تتحمل مسؤولية قراراتها، وتكون صحتها منيحة. بضلني أقول صحتها منيحة لأنه الصحة أنا بالنسبة لي نمبر 1، وبنتي عندها سكري، فأنا عشت هذا الحزن إذا بدي أقول لك، والصعوبة يعني. ونفس الشيء بقول للصبيان، نفس الشيء. أنا موجودة لأدعمكم، لأن في كتير ناس بتيجي بتقلك إنه مثلا إنه ما بتزعلي إنه ما مصاحبي حدا غير شكل، يعني شو أنا اللي عم صاحب ولا هي؟ يعني يا ريت أحلامكم يا أهل تخلوها إلكن وتخلوا الأولاد يحلموا هن لحالهم. صح. أنا هيدا رأيي. لكن أنا من محبي جبران خليل جبران. وأنا كمان. أوكي. لكن أنت معي. أولادكم ليسوا لكم. صح. أولادكم أبناء الحياة. فأنا ما بحب أتعامل مع الأولاد كأنهم possession لإلي. منن ملكك. أولادك ملكك هو حضورك لما بيطلبوه، ملكن حضورك لما بيطلبوه، ملكن وجودك إذا عايزوكي، ملكن دعمك إذا هني بحاجة، وملكن حبك للأبد وغير مشروط وغير مشروط بخياراتهم. بحب حبيبتي أنت. خليتيني أدمع. لا ليش؟ لا لأن الكلام صح، احنا محتاجين نقول الكلام ده، محتاجين كمان نعيشه مش بس نحكي. محتاجين ان ولادنا، انا فاكره احنا اوف اير كنا بنتكلم عن الموضوع ده، انه ولادنا اخدوا سكك في التعليم او في الرياضه او في كده غير اللي الواحد كان متخيلها انه هي تتعمل. وده مش سهل، لان انتي بتبقي عايزه ولادك ينجحوا او تشوفيهم في القالب اللي المجتمع بيحطوا فيه عشان ده مقياس النجاح. فلما بنسيب الولاد ان هم يحلموا واحنا نبقى الداعم بالنسبه لهم، دي مش سهله، مش صعبة كمان. صح. ومش صعبة كمان. اوكي. كتير بسمعها انا هيدي مش سهلة لانه بدي اشوفه ناجح اوكي. شو يعني ناجح؟ صح. ايه مقياس النجاح؟ اوكي. شو مقياس نجاحك انت لاولادك حنان؟ انا بالنسبة لي في كتير قليل الاشياء اللي بقيس النجاح فيها. صح. قنوع، grateful، قنوع ويشكر ربه على اللي هو حاصل عليه، compassionate، متعاطف وعطوف، generous kind، ومحب. الباقي كله ما بعتبره شي بالنجاح. صح. كون هيدول انت ناجح
زيد عليهم اشياء تاني added value not necessary value. so انا ما بقيس النجاح لا بالمنصب ولا بالمعاش ولا بحجم البيت ولا بنوع السيارة. سوري. لا مش سوري. وبفتكر انه الاكترية حيوافقوا معي، وبعدين بس بتوافقوا بتقولوها بس بتعيشوها ولا في دبل ستاندرد. فأنا بالنسبة إلي الوالد الله يرحمه كان عطولي يقول هو بيعيش حياته بنفس الطريقة ب1000 درهم وب100,000 درهم، ما بتغير عليه شيء. بحس إذا ما قدرت تعيش حياتك نفس الشيء إذا معك وإذا ما معك إذا عيش حياتك غلط، لأنه معناتها تخليت عن قيم وربطت نفسك بمادي. أنا بالنسبة لي الفاليوز القيم رقم 1. فما فيني إذا أنا بدي كيف ما فيني مارس هيك مع أولادي إذا هيك عم بحكي عن أنا هيك تربيت. أنا بحياتي ما قال لي البابا أنت أميرة وأنت ملكة وأنت كان يقول لي أنت وحشة، كان يقول لي أنت وحشة وفعلا فعشت وحشة. ومشان هيك بدك تقولي إيه بيأثروا الأولاد، بيأثر علينا شو بيحكوا أهلنا. بحياته ما قال لي خيك مسمح له أنت ممنوع، بس انتبهي شو عم تعملي وعرفي حالك وين وقيسي المحيط تبعك وعرفي كيف تتصرفي، لأنه يمكن الناس ما تفهمك لأنك بنت. عرفي هيدا الواقع وتعاملي معه، ما تنكري موجود بس تعاملي معه بحكمة بصبر وعطول بعطف وحب. very easy قرار تاخديه. طيب لو دلوقتي الأب والأم قاعدين، الناس قاعدة بتسمعنا وعندهم أولاد وبنات في البيت، صبيان وبنات، ويجي مثلا البنت تلاقي الأم بتعلمها توضب غرفة النوم بتاعتها، أوضتها، سريرها، دولابها، بتوضب، بتعرف تطبخ، بتعلمها توضيب البيت وكده، وبعدين تقول لها ايه؟ روحي حضري الأكل لأخوكي. بعد في منهم هيدول حنان؟ مع الأسف فيه. اوكي. مع الأسف فيه انه ايه، انا بنتي بتعرف تطبخ، ابني لا يتعلم ليه؟ ما هو مراته هتعمل له، او هيجيب حد سيرفيس يعمله له. هو في رجاله بتطبخ؟ ده كلام بيتقال لنا. اولا يمكن 90% من اعظم شيفز بالعالم كله رجاله. دي حاجه. ثانيا يتعلم الواحد يطبخ، يظبط تخته، يجلي صحن، يكنس، يغسل، يكوي. هيدي سكيلز بالحياة الكل لازم يعرفوها، ما إلها جندر. هيدي السكيلز شو يعني سكيل؟ إيه؟ خبرة يعني اكسبيرينس، خبرة. سكيلز يعني هيدولي مهارات حياتية ضرورية للكل، ما إلها علاقة ببنت أو صبي، مرأة أو رجال، زوج أو زوجة، أخت أو خي. أنا بالنسبة إلي هيدا منطق ساقط عندي، لأنه الكل لازم يعرفوا يضبطوا تختن. لما بيتزوج الواحد عم بياخد شريك بالشغل، مش عم بياخد ناني تشتغل له بالبيت. إذا عم بيتزوج for that purpose، يمكن في نسوان قابلة هيك، أنا مش ضدهم يصطفلوا if that works for you، بس it doesn't work for me and I'm pretty sure it won't work for my daughter. لا it doesn't work for me برضو. أنا برضو مش هذا الشخص خالص. لا بس أنا ولادي يعني وتلاميذي، إذا بدي أقول كمان طلابي بالمدارس، إذا بدي أحكي بهالمواضيع بحكي مثلك تتعلم تطبخ، تتعلم تعمل كل شيء. حسب حالك عيش لحالك بشقة ومعاشك ما فيك تجيب ناني، شو بتعمل يعني؟ شو بتضلك بنفس الشرشة في سنة كاملة؟ ما تغسله بالآخر. فما بعتبر هيدي مهارات إلى ذكرية أو أنثوية، لا، هاي مهارات حياتية الكل لازم يعرفوها. مثل ما سواقة السيارة البنت والشاب لازم يتعلموا سواقة، إنه يعني حي شيء بتسمي لي إياه بقول لك الاثنين لازم يعرفوها. بس قصدي إنه قرار إنه قرار أنا هقلل أو هداون جريد من ناحية
البنت عشان اوفر للولد. غير مقبول. دي كانت مشكلتي في القصة دي. إيه لا، هيدي مش مشكلة، هيدي مرض. بعتبر هيدا شيء، يعني بتعرفي شو بتمنى بهيك حالة؟ بتمنى انه اتليست البنت اللي عم تتربى بهي العائلة ما تتبنى هالافكار، وتقدر تطلع من هالجو اللي بكل وضوح مبين انه في تفرقة بين البنت والصبي، وتقدر تعيش حياتها بشكل تاني وتغير مسار المربى مع أولادها هي. يعني واللي هي عانت منه أو اللي هي أخدته من عائلتها تقلبه لما هي يصير عندها أولاد. كتير مشان هيك بقول ما لازم يكون هدفنا نكون مثل أهلنا. هدفنا لازم يكون أحسن من أهلنا. وأنا شايفة كتير هيك أمثلة، مثل ما قلتي أنا يعني مرق علي هلأ صاروا كتير من تلاميذي كلهم أهل. أيوه أنا كمان. وولادهم عنا. شاء الله. فبشوف كيف عم بيربوا أولادهم، وبشوف إنه في كتار منهم لا غيروا. بعرف كيف كانوا أهلهم، خصوصا بالمجتمع الإماراتي إذا بدك، وشايفة هن كيف عم بيربوا أولادهم، ولا في تغيير نوعي بالتربية يعني إذا بدي أقول ارخي شوي الحبل للبنات أكتر وشد للصبيان. لأنه أنا يعني من المسؤوليات تبع الأهل مش بس إنه نربي بنات قوايا ليقدروا يوقفوا على إجريهم، كمان نربي شباب يحترموا البنات اللي بمجتمعنا. صح. ويكونوا دعم للناجحات منا. يعني أنا بالنسبة لي خيي أو زوجي أو ابني مهمين بحياة بنتي أكتر مني مرات، لأنه من الأشياء اللي كانت ناقصتنا يمكن من جيلين، مش من جيل واحد، من جيلين، هو دعم الذكور بمجتمعنا للإناث بمجتمعنا. صح. فأنا ربي يعني raising sons who are supportive of daughters، يعني ربي ولادي يدعموا أختهم، الصبيان يدعموا أختهم، كتير بالنسبة لي مهمة بمجتمعنا. إنه نربي الصبيان كيف يتعاملوا مع البنات، كيف يرفعوا البنات، how to lift the girls، كيف يحطوا هيك يعني magnifying glass قديش كبير على نجاحات البنات، وعلى إعادة الشعور بالفخر بالنفس وبالثقة بالنفس. بدنا صبياننا يكونوا بنفس عقد المسؤولية بهالشغلة. احنا لسه قدامنا مشوار كبير. أكيد، لأن احنا بنشوف التفرقة في كل حاجة. كنا لسه أنا وابني بنتكلم في الموضوع ده، وهو طبعا الرياضة بالنسبة له أهم حاجة في العالم يعني. فكان بيقول لي الستات مثلا في كاس العالم بتاع الستات versus كاس العالم بتاع الرجالة، ما حدا بيحضر، مين بيتفرج؟ انا حتى يعني انا كل ماتشات كاس العالم كنت اتفرج عليها، كل ماتشات اليورو كنت اتفرج عليها، ماتشات كل حاجه، يعني كل حاجه اتفرج عليها. بس بتيجي على الدوري بتاع الستات انتي مش عارفه حتى اساميهم، مش عارفه مين كسب. يعني لما بيجوا يعملوا في الاخر مثلا حاجه زي البالون دور مثلا، هو بيجيبوا احسن لعيبه هنا واحسن لعيبه هنا، انتي اساسا مش عارفه مين كسب. في الرجاله انتي عارفه كل حاجه. ففي دور كبير قوي على الميديا ان هم يبينوا ده، لان البنات محتاجين يشوفوا رول مودلز وناس قدوه في المجالات اللي هم فيها عشان يقدروا ينتجوا. يعني ما عندي اي تعليق، لانه انا موافقه معك 100% انه اصلا بس فيني اقول لك انه من كذا سنه ما كانش فيه صح وورلد كاب للنساء، هلا صار فيه. يعني قطعنا شوط، بس وين بعد عنا يعني according to SDGs يعني عنا 200 سنة الجاب لنصير، وهلأ بعد كوفيد يمكن الجاب صارت أكبر. بس العالم عم بيشوف أنه لازم يكون في تحويل وفي تغيير. بس يا ريت كل واحدة أو كل واحد منا ما يقول إيه أنا شو بيأثر، أنا بس واحد. ما هيدي واحدة من مشاكلنا، إنه كل واحد منا مفكر إنه هو صوت واحد فما بيأثر. بس لا، صوت على صوت على صوت بيأثر. إذا أنت حكيتي وأنا حكيت وأنت خليتي ولادك يحكوا واللي معك بيشتغلوا بيحكوا، أوكي كبروا بطلنا واحد. فموضوع مهم ولازم ينحكى فيه، وإيه لازم الميديا الإعلام عنده دور كبير، بس لسه بعيد. صح.
ماديا احنا بالنهاية متاخرين. ماديا المادة هي اللي عم بتدير الميديا، والادفرتايزنج هو اللي عم بيدير بالضبط. الميديا. وكل فترة بيطلع لك وحدة مثل فينوس ويليامز بتخلق ثورة بمجال الرياضة تبع النسوان، بس مقابل كل فينوس في رونالدو وميسي ومدري مين ومدري مين. فبس ايه عنا شوط كبير لنقطعه، بس we're on the right track. I think we're on the right track. Speaking of this, واحد من الكورسز البوبيلر جدا بتوعنا هو اللي بنسميه البودي سيفتي او امان محاضرات الامان على الاجسام. ففكرتها ايه؟ ان احنا بناخد الاولاد من سن 2 لحد سن 18 سنه، بنعلم الاهل ازاي يتعاملوا معاهم في كل المراحل دي من ناحيه اجسامهم. فكل حاجه بقى، لان احنا بنتكلم على ايه اجسام مختلفه، بنات عن ولاد، البيوبرتي، السكس اديوكيشن، كل حاجه بناخدها من تحت لفوق. فمن الحاجات المهمه اللي بنعملها ان احنا بنقول للاهل ان البنات والصبيان محتاجين يفهموا اجسام بعض ومن سن صغير. فيجي الام تقول مثلا طيب انا ممكن اقول للبنت عن الولد، بس الولد مش لازم يعرف حاجة عن البنت عشان دي حاجة ما تخصوش. بس والله العظيم زي ده بيحصل في الورش بتاعتنا، الأمهات بتقول كده فعلا. وأونلاين أنا دايما بتكلم في الموضوع ده، بس بيجي يقولوا إنه البنت محتاجة تفهم كل حاجة، الولد مش محتاج. إحنا شايفين ده في بقى لما تخش بقى في علاقات زوجية ويبقى الراجل فعلا فاهم من الكتب الكلمتين اللي هو عارفهم في حصة البيولوجي او في حصه الهيلث اديوكيشن لو في مدارس بتعمل هيلث اديوكيشن، وخلاص تمام كده. بس بقى انه الالام اللي البنت ممكن تخش فيها، الهرمونات اللي بتتغير، ان ممكن يبقى من اول كام مره في اي علاقه زوجيه بيبقى فيه الم، بيبقى فيه تعب، بعد الولاده ايه الوضع، وقت الحمل بيبقى ايه الحته الجانب الايموشنال اللي احنا بندرسه في الكورسز دي، اغلب الاهالي او الصبيان ما بيبقوش عارفينها. ودي مشكلة كبيرة جدا. فاحنا دلوقتي لو عندنا ام واب في الوضع ده كحد مربي اجيال، بنوصل المعلومة ازاي؟ بعطيهم سؤال واحد انا، ايه بتفضل ابنك يتعلم من حدا بيعرف يعلمه او منك او من حدا غريب؟ لانه اللي ما رح يتعلمه منك او من حدا انت بتوثق فيه رح يروح يسأل عنه بمحل تاني. بأي مغلف انت بتحب يتعلمه ابنك؟ حيالله شيء ما في، كل شيء موجود على one click away للولاد، one child away، one friend away، one rap song away. اوكي، فقرر بدك يكون لك دور بتعليم ولادك، ما بدك دور اوكي خليك مثل ما انت، بس تحمل مسؤولية شو عم يتعلموا. إذا بدك يكون لك دور بتعليمهم، فكر بخياراتك وين عم تعلمهم وشو عم تعلمهم. أنا ضد كبت أي معلومة عن الأولاد موجودة أونلاين، لأنه ما في شيء ما بيقدروا يحصلوا عليه. صح. فإذن حتى الاشياء اللي بدك تسميها فاسدة إذا بدك حاصلين عليها، يا أما أنت بدك تعطي وجهة نظرك وتربي الأولاد شو أنت بتشوفي وتتكلي على ربنا إنه تدخل المسج تبعك لعندن قبل حيالله مسج، يا أما لشو عم بتلومي الناس إذا أنت ما عطيتي حالك دور. يا أما بدك تكوني proactive بالتربية وما تخافي وتعطي لأولادك نفس الانفايرمنت اللي ما يخافوا فيها. صح. لا يعبروا عن نفسهم وعن شو عم بيفكروا، ما يترددوا يسألوكي سؤال لأنه خايفين تحكمي عليهم. يا أما ما تستغربي من وين عم بيجيبوا معلوماتهم. قلتي حاجة أنا بقولها لما ببدأ السيشنز دي، أول سلايد بتقول إيه؟ educate and not scare. أنا بعلم بس مش بخوف، لأنه إحنا مش عايزين الصبيان يخشوا برضو يبقوا شايفين إن جسم الست ده حاجة complicated ومعقدة ومش alien. ومش عايزينهم، وصاري ان انا اقول الكلمه دي، مش عايزينهم يتعلموا الموضوع ده من مواقع اباحيه موجوده at a click of a button زي ما قلتي بالظبط.
والكتب مش كفاية لان هي ناقصة الحتة الإنسانية اللي فيها المودة والرحمة اللي احنا بندور عليها في اي علاقة هتحصل بعد كده. والعاطفة والحب بالظبط، والاحترام. والاحترام. هو من وين بدهم يجيبوهم كلهم اذا انت ما ربيتيهم؟ ما احنا هون عم نحكي انا وياكي هذا الحديث لانه قلنا بدنا نحكي عن التربية والتعليم. طيب يا انت جزء من هالفورمولا، انت جزء منها، ولا انت جبت ولاد وتكلنا على الله ومشينا وخلاص. يعني؟ لا. بس اذا قرارك كبي او اذا قرارك كأم انه انا ما بدي، ما تستغربي كيف بتنعكس هيك قرارات على اولادك. انا بالنسبة إلي تخلقي للولاد، كل الولاد، انا حتى بالمدرسة يعني بالمواكب انا بحب على طول اقول انه اول شيء بحب اعطي تلاميذي صوت. they have a seat at the table. so تعطيهم صوت بدك تعطيهم environment، بيئة بيقدروا يعبروا فيها بهالصوت. صح. طب كيف بتعطيهم هيك بيئة إذا أنت منك مريحتيهم وما عملتي لهم إرهاب ورعب إنه يخافوا من اللي عم بيقولوه لأنهم بدهم يتوقعوا الحكم تبعك عليهم؟ صح. أوكي، ما بيحكي ابنك، ليه ما بيحكي؟ مش هو ما بيحكي، أنت ما مخليه يحكي. ما أنت ليش هو لما بيجي لعندك بتوقف نصايح ولا بس تبلش دي نصايح نصايح نصايح؟ ما وقف، اسمعه وقل له بس بدك نصيحة مني اطلبها، أنا ما رح أعطي نصيحة إلا إذا طلبتها. يا ريت هيك كلنا هيك شوي نفس، عد لل10 قبل ما ضلني حس لازم أعطي نصيحة للولاد. وبالعكس قلن احكوا، وبس بدكن يسألوني سؤال يقولوا لي إذا بدكن نصيحة، وإلا أنا ما رح أحكي. أنا خلاص ما فيش كلام معاك. بس هي نقطة، هي زي ما تقول شعرة ما بين إنه هبقى قلبي على الولاد قوي قوي، قلبي عليهم، فهروح مديهم نصايح ومديهم كلام ومديهم وامسك نفسي عشان أنا عايزهم إن هم يقدروا يوصلوا للطريق المناسب بالنسبة لهم، وأنا يبقى دوري إرشادي أو دوري بس إن أنا يعني محاوط أو كلمة محاوط مش صح، بس كلمة إن أنا بس بحاول أضبط الزوايا عشان ما يشرخوش في طريق ممكن بعد الشر يبقى ما فيهوش أي رجعة منه. هي دنيا صعبة. بس هو كمان بيعتمد أي عمر أنت عم تحكي معه. أنا بتكلم على الكبار وشو الكيس. بس in general ليكي قديش تسمعي من أهل عم بيعانوا من إنه أولادهم ما بيطلعوا من أوضهم، ما بيشوفون، فوتوا على الأوضة. طب ما أنت سأل حالك ليه ما بيطلع من أوضته؟ صح. لأنه أول ما يطلع من أوضته أول شي حتقله ليش لابس هيدا الصباط؟ روح طلع الزبالة لبرا، عود مع أمك شوي ساعد. خلاص ما طلع من أوضته كل شي سمع instruction. وأنا ما بنصحك إنه تعمل هيك. أوكي خليني ضل قاعد بأوضتي أحسن. بلاش هوسة يعني أوكي. والولاد اللي إذا عم نحكي عن teenagers يعني فيني أقول إنه you're underestimating how awesome they are. You will be pleasantly surprised. You will be shocked by how amazing they are. حقيقة. وهاو إنه القعدة معهم أنا بتحدى كل الأهل يقعدوا مع أولادهم ويسألوهم سؤال واحد. قالوا عادوا يلا if you're brave enough، إذا عندك الشجاعة كبي، إذا عندك الشجاعة كأم، أنت حنان شجاعة تعتبري حالك؟ أنا النهاردة أخذ قعدي يحيى قبالك وقولي له اللي كيف بدك ربيك أنت، اللي how do you want to be parented. شركوهم بالتربية. you want them to trust you، ما هيك بدك يهو يوثق فيكي؟ ليه ما بتوثقي فيه؟ طب على فكرة أنا ممكن أقولك إن أنا سألت السؤال ده قريب. شو قالك؟ أنا actually في أول حلقة خالص حكيت القصة دي، إن أنا كنت بعمل حاجة كانت بتضايقه، وأنا كنت حاسة إن هو متعصب على طول مني ومتضايق مني أنا بالذات، يعني مش بابا مش أي حد تاني. فقعدت قاعدة very intense very deep بكيت فيها، هو اتضايق فيها، يعني كانت very very heart to heart، وفتح معايا أنا إيه الحاجات اللي أنا مضايقاني ضايقة فيا. وبعدين بعد ما هدينا وحضنته أخيرا، قبل أن أنا أحضره الحمد لله، وهدينا
حبيبتي. لقيته بيقول لي وقلت له طب انت عايز مني ايه الفتره اللي جايه دي؟ فبدأ يقول لي انا عايز I want you to listen to me. انا عايزك تسمعيني لما اقولك ان في حاجه مضايقاني ما تصلحيها ليش، انا هعرف اصلحها، انا عايزك تسمعيني. احنا قعدنا مثلا ساعتين انا وهو لوحدنا بنتخانق وصوتنا بيعلى وبنروح وبنيجي ووجعته ووجعني كأم وابنها، لكن طلعنا من القعدة دي في حالة صفا كده، صفاء رهيب revelation. ما بين انا بصي مش قادرة بدمع تاني. الواحد لما بيتكلم على اولاده برضه بتبقى مختلفة، هتبكي كتير. هابي كتير. الحمد لله ربنا بس يديمها نعمة. هي الأمومة. صح. بس أنا قطعت teenager with my kids. يا ما شاء الله. And you could say oof, ups and downs and downs and downs and downs and downs. أنا بس شيء عادي. ومثلك عملت كذا جلسة معهم، جلسة صفا إذا بدك. وأنا لأنه بنتي عانت medically حبيبتي بيقولوا لك يعني إنه I never had a diabetic child before, it was my first time. so ما بعرف كيف بيربوا أولاد السكري. بس فيني أقول لك إنه إذا بعيد الكرة هلأ في كتير إشياء بعملها غير. أكيد. فبس من اللي أنا عانيت فيه واللي خليت أولادي يعانوا مني فيه، بجرب مرقوا لأهل تانيين مثلا بعرف أولادهم عندهم سكري أو شيء، لقلهم انتبهوا don't do this to your kids. They're not diabetic. They're kids with a sickness but they're not diabetic kids. صارت الديفينيشن تبعها. She became defined by it. It was horrible. It was my fault. بس ادركنا الموضوع eventually وحكينا بالموضوع وفضفضنا مثل ما عملتي مع يحيى. بس in the end ايه ما بدهم شي منك، وبس بدهم شي منك حيقولوا لك. يعني يحيى قال لك شو بده، listen to me وقاومي هاي الأورج انك تخشي تحلي له مشاكله. هني بيعرفوا أكتر منك وأكتر مني. بيعرفوا حالهم شو عم يعملوا، وبس ما بيعرفوا بدهم بيسألوا. they're amazing teenagers are amazing. دي حقيقة. أنا favorite age group بالنسبة لي. لو عايزة أقول دلوقتي وإحنا بنختم أو داخلين في الختمة، لو أنا عندي بنت وولد يس إحنا قلنا إن إحنا هنربي الفاونديشن واحد، هنسمعهم بنفس الطريقة، هنحمسهم بنفس الطريقة، كل تمام. بس لو في فرق جذري في التعامل في التربية ما بين البنت والولد يكون إيه؟ good question. للأسف بعدنا عايشين بمجتمع ذكوري بالعالم، مش بس بالعالم العربي. صح. بحب أقول إنه actually أنا كامرأة وبنتي هون عايشة بالعالم العربي بحس بالأمان أكتر من وقت اللي بسافر. أوكي. فبعدنا عايشين بمجتمع ممكن يكون مؤذي للبنت، فبدي أعلمها أنه تنتبه أنه هذا مجتمع ذكوري، بدها تكون صبورة وبدها مرات للأسف تعمل إشياء يمكن أو تحكي إشياء يمكن هي ما تكون كتير ما بدي أقول مقتنعة فيها، أكتر من لازم تجاري وضع لتوصل للي بدها إياه. لأنه بعدنا في خطورة على البنت بالعالم، ما فينا نقول. مشان هيك أنا بفضل ركز أني ربي صبيان ما يخافوا منهم البنات، مش ربي بنات بس شجاعة، لأنه في خوف. أنت بتخافي على بنتك أكتر من ما تخافي على ابنك، لأنه العالم بيظلم البنات أكتر من الصبيان. إزاي؟ إيه اللي أنا أقوله للصبيان؟ بدي أعلم الصبي يحترم البنت ويكون مصدر دعم ومصدر أمان، مش مصدر خوف. انت شو سمعتي بالترند تبع بير اور مان؟ كتير انا بعرف شباب ما فهموها هاي، انا اقول لهم لا انا بفهمها. ايه انا بفهمها. هيدا الشعور انه نحن منفضل نكون مع دب بالغابة من مع رجل بيقلك انه نحن بعدنا عايشين بعالم
ايه بخوف للبنت. ما بدي ربيها تخاف، بس بدي ربيها تشغل عقلها وتفهم انه بعدنا بعالم ممكن يأذيها، فبدها تحمي حالها. وبدي ابني يتربى يحمي البنات كلها اللي بمجتمعه، مش بس اخته. صح. يعني انت برا ظاهر، انتبه على البنات كلهم مش بس على اختك. وبحب ربي شباب بمجتمع كلهم ينتبهوا على البنات، لا يبطل عنا هيدا الخوف. هيدا رأيي. يا رب بنوصل. بنوصل. لكن ليكي انت شو جدعة، الله يكرمك. وليكي انا شو جدعة، صح. وبنتي وحشة، صح. وولادي الصبيان اثنيناتهم قمة الاحترام للبنات. الحمد لله، ربنا يديمها نعمة. اوكي. هيك بننجح اذا كلنا منربي صبيان شباب غير شكل، وبنات تفهم قديش هي مهمة بمجتمعنا. لا مهمة، ومش أي مهمة. أي. احنا بنشوف الستات بتعمل ايه دلوقتي، واقفة الوقفات ازاي، وفي الحروب بيعملوا ايه، وفي اللي حوالينا. وأهم دور اخدينه حتى ما استخف الأم. ممكن أنت كبنت تختاري ما تكوني أم، ما عندي مشكلة، بس حتى أنت ومنك بيولوجيكلي أم، أنت أم. صح. أنت عم بتربي، حتى لو أنت ما عندك أولاد، عم بتربي أولاد إخوانك، عم بتربي تلاميذك، عم بتربي أولاد الجيران، عم بتربي كل الأولاد اللي يعني كل أدلت بمجتمعنا مربي. صح. فالأمومة بفهم إنها بيولوجية، بس فيها ما تكون بيولوجية. فما تستخفي دورك، وأمومتك موجودة فيكي مين ما كنتي، وأبوتك نفس الشيء. مش ضروري بيولوجيا تخلق ولد تتربي، انت مربي. خد دورك، فهمه وعيشه، وتحمل مسؤولية كيف عم بتأثر على الأولاد اللي حلك. كل أدلت بمجتمعنا مربي، تحمل مسؤوليتك. احسن حاجة ممكن اختم بيها ان احنا بنقول الكلام ده. اه لو حد عايز يتواصل معاكي، يتواصل معاكي ازاي؟ تليفون. انا كتير public figure، يعني ماني صعبة الوصول الي. انستغرام عندي، ايميلي public بالمدرسة، انا بمدرسة المواكب والكل بيعرفوا ويني. احلى مكتبي بالخوانيج، من احلى المدارس حبيبتي. اللي موجوده. لا انا فخورة. هقول لك ليه من احلى المدارس. عشان انا درست في 6 مدارس. هنا درست في مدرسه واحده في الامارات، درست في الامريكان سكول اوف دبي. بحب المواكب ليه؟ عشان فيها الطلبه بتوعها بيرجعوا لها. انا ده بالنسبه لي مقياس نجاح مدرسه. انا موافقه، بس تعرفي شو، ليش مش كل المدارس هيك؟ هذا قرار كتير سهل، انه مدرسه تقرر انه قصتها مع تلاميذها ما بتخلص بالتخرج. انا this is written on my wall, our story with you continues. alumni. شوفي أنا بكرة إن شاء الله تعي شوفي إذا بدك الساعة 10 حكون عم بفطر مع 10 alumni amazing women. الله. معناتها أنا مش في أكل برضه. معناتها أنا مش بالمكتب بكرة. أيوة. لا في أكل بتي مش بوسي. فأنا شوفي حنان، أنا الخريجين تبع المدارس كنز للمدارس. دي حقيقة. بكذا ليفل، يعني فيني اقول لك اني انا بيستفيدوا مني وبستفيد منهم. يعني الاولاد تلاميذنا كل سنه انا عندي كونفرنس بيجوا عليه الالومناي وبيحكوا مع السينيورز. يعني it's such a treasure to have, such a treasure. I'm very proud. عشان كده انا بحب المدرسه دي حقيقي، من الحاجات اللي بحبها. انا ما اعرفش اكاديميكلي الاخبار ده مش دي مشكلتي. انا بتكلم على لما نقول مدرسه بتطلع اجيال متربيه بشكل معين. انا بالنسبه لي وانا في المدارس اللي هنا هي المواكب ده 100% عشان القصه دي، وعشان ادارتها فيها حضرتك وفيها ناس زيك. شهادتك thank you for all you كتير thank you for all you do. وبعرف قديش قلبك كبير. فلما بتحكي بتفوتي على قلبي. وبشكرك حنان. أنا كمان. You have such a beautiful heart. thank you.
احنا حبينا بعض من اول نظره إيه، واحنا صح. من سنتين من أبو حبينا ظبي بعض من من ابو سنتين. ظبي بسنتين، تخيلي it's been 2 years and برضه هقول الكلام ده يعني انه you offered me انك to mentor me and to help me and support me Anything. وكل ما بتزنق بحاول ارجع لك على قد ما اقدر. سوري ان انا هبعت لك المسج دي واروح كرر لك تقولي الفويس نوت طويل قوي معلش هبعته لك في مسج عارفه. بس I appreciate everything you do وانا I'm sure الناس النهارده استفادت جدا 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 و I'm sure ان دي مش اخر مره you'll be معانا في البودكاست ان شاء الله. Anytime. مره واثنين وعشرة باذن الله. Pleasure. Thank you for being here. It's so warm, just like your عشان setup. الفايربليس. It's like a setup. Thank you for being you. Thank you. You're welcome.